الشحاته الالكترونيه. الموضوع بقى ترند الفتره اللي فاتت، وبقينا نشوف كل الناس بتشحت اونلاين، سواء بقى شحاته تعاطف او شحاته فلوس او شحاته لايكات. فكره الموضوع بقى فيه كوميونتي كبير فشخ، لدرجه ان بقى فيه احداث بتحصل جوه بقى، اللي هو مش عارف مين طلع سرح في اللايف ده ولم له كام مليون، وفي ناس بتستنى ميعاد اللايفات. انا في لايف بقى له فتره مبهدلني، بقيت اتسحل معاه لغايه الفجر، اللي هو لايف رفاعي الدسوقي الله يرحمه وجعفر العمده ربنا يديله طولة العمر. عرفني مين اكبر راس في البلد ممكن يخدمنا انا اروح له، انا مش عايز صغير معاك. اكبر راس بتاعي يا ليه. دي اللايفات اللي اتفرج عليها. احنا بقى في الفيديو ده هنعدي على كل الشحاتين الالكترونيين في البلد اللي انا بكرههم شخصيا. ايوه انا هنا مش بتكلم عن المحتوى، انا بتكلم على الشخص. المهم ان احنا هنعدي نبص عليهم بصه كده ونشوف هم ليه بيعملوا في نفسهم كده. اول نوع من انواع الشحاته وهو الشحاته في اللايفات بتاعت التيك توك. فكره ان انت تاخد فلوس من الناس او الفانز كدونيشن هي مش شحاته، ما دام اللي بيتفرج بقى بيعجبه اللي انت بتقدمه وعايز يدعمك بحيث ان انت تطور ده، او بحيث ان هو بيحبك ويعني بتعمل له حاجه كويسه هو بيشوفها في وقت ما، فهو بيكون عاوز يدعمك قصاد ده. دي ما تعتبرش شحاته، وده موجود في جميع منصات التواصل الاجتماعي في الكوكب. يعني عندك تويتش، رامبل، فيسبوك، يوتيوب. بس المنصه الوحيده اللي ساعتها بتعتبر شحاته هي منصه تيك توك. دي مش عنصريه ولا عشان هم اقل ولا عشان اي حاجه، هو عشان الناس دي ما بتقدمش محتوى، بس هم بيطلعوا يطلبوا ده من الناس. يعني بيقول لهم ابعتوا لي ورده وابعتوا لي اسد وكبسوا انا مش فاهم طبعا الحاجات دي يعني بتجيب فلوس قد ايه، بس انا فاهمه ان الاسد ده غالي يعني. بصي يا اختي، انت ممكن تلاقي واحد مش معروف حتى على الاكونت بتاعه، والاكونت لسه جايب 1000 امبارح، لسه مزودهم من حد اللي هو بتاع تزويد متابعين متفاعلين والكلام ده، ويقوم طالع لايف على طول يطلب من الناس دعم. طب انت عملت ايه عشان يعني انت محتاج الفلوس دي ليه؟ انا ماليش دعوه بجهاز بنتك، ماليش دعوه بالسمر كورس اللي عليك اخر السنه، انا ليا ان انا هديك فلوس مقابل حاجه انت عملتها قبل كده. بس انا طبعا عمري ما اديت لحد ورده خالص، غير واحد بس اللي في الكوكب اديته ورده عشان يقول اسمي، وهو كريم عادل. بس بيطلع عندنا امثله تخليك تتساءل هو ازاي ده مشهور او ازاي ده اتشهر. طبعا ما ينفعش نجيب سيره اللايفات بتاعه التيك توك وما نجيبش سيره الجاد فازر بتاع اللايفات بتاعه التيك توك. اي واحده فوق ال 40 سنه، بوست سلاير، مستر فاك بوي اوف ذا ميدل ايست، شاكر. انا مش فاهم هو ليه اتشهر فشخ الفتره اللي فاتت، او هو بيعمل ايه عشان يبقى عنده الهايب الكبيره دي. بس الكل اللي انا عارفه عنه ان هو زمان كان مهندس، وبعد كده ساب الهندسه ودخل شرطه، بعد كده اتخرج وبقى رائد، بعد كده نزل اشتغل لايف تيك توك. انا ملاحظ ان حياته في انحدار كده، اللي هو مهندس، ظابط، لا سبايكس بقى. يعني هو بيطلع وينزل، الظباط احسن ناس في الدنيا بالامانه. هو ليه بقى يسيب رائد بقى؟ ليه؟ انضف ناس في الدنيا. انا مش فاهم ليه هو اتشهر فشخ، او هو بيعمل ايه اصلا عشان ياخد كميه الشهره والفلوس دي. هتقول لي انت غيران؟ انا غيران، انا راجل بعمل كونتنت من 2020 ولسه عارف ان اليوتيوب بيدي فلوس قريب. انما شاكر فاك بوي الشرق الاوسط بيطلع بس بغمزه سايح ريم منطقتك. اي ست فوق ال 40 سنه في اي مصلحه حكوميه ادخل عليها هتلاقيها مشغله لايف شاكر. اي ست فوق ال 50 سنه ادخل عليها هتلاقيها بتكبس. انا اسف على اللي بقوله ده، بس اللي مضايقني ان هو مش وسيم. لو دي الستاندردز بتاعت البنات فاحنا عندنا امل ان زياد زوزة يبقى اوسم شاب في مصر. المهم ان هو كان في مره طالع في مسابقه كبيره، يعني اشهر لايف تيك توكر في مصر، في الوطن العربي مش في مصر. اكتر بقى واحد هيجيب هدايا وتكبيس ولا هيكسب، حاجه منتهى العبث. انا متفاهم ده، بس الفكره ان هو كسب وخد ايفون دهب. ابني بطل مصر، بطل مصر، بطل العالم، لا بطل الدنيا كلها. بس اللي هو الفكره ليه؟ تعالوا نتفرج على الكونتنت بتاعه اللي اتصرف فيه الملايين دي كلها عشان نفهم هل انا فيا مشكله ان انا اكون بقدم محتوى من 2020 ولسه ببتدي اتعرف على الدولار النهارده. طبعا البنات اللي بتتفرج بقى نفسها تكون مكان الدمبل ده، يعني حاجه في منتهى الهيجان. بص بقى، اتفضل يا سيدي الاغراء بقى. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ طب انا اخبي مين بقى دلوقتي منه؟ انا ما بقتش عارف الاحق منين ولا منين. ساره عبد الرحمن شاكر ممكن ترد؟ خلاص البنات يا جدعان، البنات باظت خالص في نهايه الكوكب يا جدعان. انا واضح ان في ناس، في رجاله كتير بتتابعه، ودي حاجه مقلقه شويه. انا لسه عارف شاكر ده قريب، الموضوع مقلق، او انا مش عارف هو كان عمل ايه عشان يلم عليه رجاله، بس انا خايف يعني، انا حاسس ان انا مش مستريح. تعال نخش على الفيديو اللي بعده.
بقى هنا بص دي. نوران عايزاني اطلع لايف النهارده. مين تاني؟ سارة عايزاني اطلع لايف. الراجل ده بيعبر عن خطية الشهوة يا جدعان. ده كده خطية الشهوة لو بني ادم. ايوه اكيد يعني. بص عارف انت الصورة اللي هو بيجيب اسد وشه متعور واسد لسه طفل صغير جنبه، انت فاهم؟ اهي دي بقى، هم دول ذاك الشبل من هذا الاسد. مش هقول دي بقى الجوائز اللي خدها يا جدعان. بصوا خد الجوائز دي كلها، زائد ان هو خد دونيشنز في اللايف بتاعه. انا مش عايز اكون بحسده تمام، بس بجد كتير يا جدعان. يا ربنا يزيده. بس انا خلاص انا مش هتكلم على شاكر. تاني واحد معانا وهو مداهم، هو ده بقى شاكر لايف. حته فاك بوي من الشرقيه ايه، فاهم ازاي؟ يعني هتلاقي ام عنتر ومدام سماح واستاذه اسراء بيج فانز ليه. عشان كده اظن واضح الفرق بينه وبين شاكر. يعني ده تحسه لسه خارج من الجيش وبيتعامل مع الناس ان هو مقدم، حتى من اسمه مداهم ده تحس ان هو يعني انا في العربي بتاعي مكسر شويه. انا جايب ثانويه عامه 30 من 60 تقريبا في العربي، ولا 30 من 80، فانا ناجح في العربي يعني الحمد لله. بس انا العربي بتاعي زي الزفت. فمداهم ده اكيد اسم بالعربي ليه معنى. يعني معنى كلمه مداهم هو اسم المفعول من داهم. مداهم اسم، مداهم فاعل من مداهم. عشان كده انا جبت 40 من 80 في العربي. فهو تحسه ان هو حاجه حربيه كده، ظابط طالع من الجيش، انت فاهم؟ خد 3 سنين ظابط احتياط، فبقى يستخدم الكارنيه في اي حته، وممكن يدخلك ابنك ناشئين طالع الجيش عادي خالص. ده الموضوع لدرجه ان هو بيقول على الفانز بتوعه كتيبه مداهم 3 سبعات. يعني عندك مقدم محمد مسؤول اللايف شات، هو اللي بيراجع الكومنتات. سياده الرائد احمد مسؤول الطيارات. حضره الضابط اشرف مروض اسود. هو بيتعامل معاهم ان هم كتيبه بجد. المشكله ان هو فعلا متخيل ان هو ناجح. ما تخافش من الناجح عشان الناجح مش فاضي ان هو يأذيك، خاف من الفاشل عشان عايزك تبقى زيه. مش معنى ان انت معاك بي ام دبليو اي 8 انت ناجح خلاص وكسرت الدنيا. عربيه مفيش غير 3 منها في مصر. يا جدعان انا اللي فاشل يا جدعان. نفسي في عربيه بس ان شاء الله. لو يا جدعان ممكن تعملوا لي دونيشن بس للقناه، عشان مش معنى ان انت معاك بي ام دبليو اي 8 تعرف تعمل مونتاج زي اللي انا بعمله ده. اللي بيبني فشخ فيه ان هو بيجي يحط فيديوهاته اللي كانت في لقائه على قناه الصحه والجمال، ويحطها بقى ويقول لك انا اللي وصلت، انا اللي تعبت، انا اللي شقيت، ما تقلقش الجو حر بس هتروح مشوارك، وهيحط بس مزيل عرق. مش دي الجزئيه اللي بتبني بالاخص، اللي بيبني ان البرنامج ده هيستضيفه يساله في ايه. يعني هيتسال ايه بقى ايه التيك توك والدونيشن بقى. يعني ايه دونيشن؟ التكبيسه بكام بقى؟ ما اكيد مش هيلاقوا حاجه يسالوها. ده مداهم يعني. ده اكبر حاجه ممكن يكون عملها ان هو وصل 2 مليون لايك which is رقم كبير. يعني انا متفاهم ان البرنامج ده اخر ضيف جابه كان محمد الزبال فمش مشكله يعني. خلينا نمشي مع الفلو بتاعهم. نجم التيك توك مداهم يكشف سر نجاحه وحب الجمهور له. عمري ما هين نفسي. الشغل مش عيب. مش معنى ان انت قاعد في البيت نايم على طيس وانا اللي قاعد من 12 بالليل ل 4 الفجر على التيك توك. عارفين ان لايفات التيك توك دي قد ايه متعبه. الواحد بيشقى ويتعب عشان حته ورده. النهارده هيكون منورني مداهم وكتيبه 3 سبعات وهو نجم التيك توك. يمكن لما جيت ادور وكده واقول انا مين ده؟ انا مين ده اللي انتوا جايبين لي استضيفه في قناه درجه ثالثه؟ هو هخرق بس مش للدرجه دي. مين ده؟ حبيبتي ربنا يعني يخليك. انت نجم حقيقي على التيك توك، ربنا يخليك. وحب الناس نعمه، الحمد وانت لله. حقيقي محقق الفكره دي وكل الناس بتحبك وعندك كتيبه. ايه بقى الكتيبه بقى؟ انتوا بتطلعوا بقى بتحاربوا ضد الاسرائيليين بقى وتعملوا لهم ديسلايك. ايه انا مش فاهمه. حد يفهمني يا جماعه، انا بجد مش فاهم. انا بيضايقني فشخ المذيعه اللي هي بتبقى مش عارف هم بيقولوا لهم ايه، بيخليهم خلاص بيعملوا ريست لمخهم من الاول. يعني هي جايه لها ضيف ما تعرفش هو مين، حتى ما دخلتش على التيك توك قبل ما تجيبوا الحلقه، فبييجوا بقى يتظاهروا بقمه الغباء في الحلقه. كتيبه 3 سبعات، انا عايز اعرف مين هو مداهم ومين هي كتيبه 3 سبعات. انا مداهم وكاتب ال3 سبعات دول فانزي. بس اما نشوف بقى الاستاذ ده هيقول ايه. يعني هيقول لك بقى بص، انا واعوذ بالله من كلمه انا كنت شغال تمرجي. بدات حياتي من الصفر من 2002 ولحد ما وصلت ان انا اللي انا فيه ده، واطلع لايف تيك توك الحمد لله بيجي لي ريتش كويس يعني. والكتيبه دول عيلتي اللي انا بفتخر بيها. اما نشوف هيقول ايه. مداهم اسم الحقيقي محمد خالد، من سوهاج، مولود ومتربي في بسوس شبرا الخيمه. هو كل الفكره ان انا كان محتوايا جيمنج في الاول. جيمنج ده اللي هو ان انت ببجي موبايل. اوكي ستريم. فبدات في الاول لايفات ببجي وكده. بعد كده انا قلت لكم هيقعد بقى يتفلسف. قلت اجرب، فدخلت تيك توك
برضه بابجي موبايل، يعني ما كانش حد يعرف وشي. فركبت ترندين او 3 ترندات، يعني ما كانش حد يعرف وشي. فركبت ترندين او 3 ترندات، الحمد لله كسرت. ركبت ترندين او 3 ترندات دي انا حاسس ان هو هينزل اخر الخط. فركبت ترندين بس والله العظيم فجاه لقيت نفسي في مصر. ركبت ترند من موقف سوهاج، يعني السواق بهدلني وقعدت طول الطريق بعاني، وانا عارف في اخر الطريق ان هوصل لحلمي وانزل عند الكارته. الحمد لله كرم ربنا بقى. كان لايفي 7 و8 وبدات من الصفر، وبعد كده ربنا من هنا لهنا. المونتير اللي نزل الحلقه دي تاني على اليوتيوب هو قطع عند حته ربنا كرمني دي. بصوا وبدات من الصفر، وبعد كده ربنا من هنا اللي هو مش مقتنع باللي هو بيقوله. يعني ربنا كرمك ايه يا اسطى؟ احنا هنعيش على بعض، انت شحات زي اي حد في الدنيا. انت دلوقتي اسوأ مني، انت لو النت قطع عندك خلاص. وانا برضو انا براجع نفسي في فكره الفيديو دي، غالبا مش هنزل هنا. في شاب نزل لي فيديو سكرين فيديو، نمت صحيت لقيته 66 مليون. والحمد لله بعد كده بقى كل ده يا جدعان عشان بس سهلته مين مداهم. هو لو قال لها انا موجود على السوشيال ميديا وابتدى يدخل معاها في حاجات تانية، عشان كده حاجه زي كده جايبه 9000 مشاهده، فاهم؟ 9000 واحد دخلوا الفيديو بالغلط. فما فيش حد مهتم للتلفزيون بسبب الحاجات دي. ان هو الضيف اللي بيجي بيقعد يمط في الكلام. يا اسطى ما تنجز، انجز، قول لي انت مين، قول لي مين كاتبه مداهم 3 سبعات دول، اقدم منين؟ وبس. لو حد من اللي انا اتكلمت عليهم في الفيديو مش عاجبه كلامي يبعت لي على الانستجرام عشان اعمل له بلوك. وبس كده الفيديو خلص. في حاجه مهمه كان لازم اقول لكم عليها، في دار ايتام عندنا هنا في الحدايق محتاج مساعدات بالاخص في الوقت ده. فلو حد حابب ان هو يشارك بحاجه انا هسيب لكم الرقم بتاعهم تحت، تواصلوا معاهم. ولو حابين تروحوا تشوفوا الاطفال هناك وتقعدوا مع الشباب هناك، تبقى حاجه كويسه ليك وليهم. وبس كده، ربنا يوفقنا كلنا، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام. What it do? Sauce up on you too. You know I'm drippin', baby, and you drippin' too. I know you love me, baby, and I love you too. I know you love me, baby, and I love you too.